الأخ عبد القادر من هون يقول: ما حكم البنطلون للمرأة المسلمة؟ السروال، ما حكم السروال للمرأة المسلمة؟ هو الحقيقة يعني المرأة إذا أرادت الخروج إلى العمل، الخروج إلى الأسواق، الخروج لقضاء حوائجها خارج البيت، لا يجوز لها أن تلبس البنطلون أو السروال. فإذا كان لابد لبرد أو نحو ذلك فليكن تحت جلباب سابغ. فالأصل أن المرأة إذا خرجت تخرج وعليها ثياب واسعة لا تصف مفاتنها ولا تشف عن لون جلدها، وأن تكون واسعة. يعني الثوب، المرأة المسلمة إذا أرادت أن تخرج إلى العمل أو إلى الشارع أو إلى خارج بيتها تخرج وعليها جلباب واسع لا يصف ولا يشف. أما تطلع في سروال هذا ليس من الشرع في شيء ولا هو حجاب، بل لعله إلى الفتنة أقرب، حتى ولو كان قالت نلبس فوق منا بلوزة تنزل عن نصف الركبة، نصف الفخذ، هذا أيضا ليس حجابا ولا هو ساتر، ولا هو ساتر. أما لو لبسته بين النساء ولم يكن من نوع لباس الرجال، لأن هناك سروال تلبسه النساء وهناك سروال يلبسه الرجال، ما كان للنساء تلبسه النساء ولا يلبسه الرجال، وما كان للرجال يلبسه الرجل ولا تلبسه النساء. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، الكل ملعون. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك اللعنة علمنا أنه من كبائر الذنوب، ليس ذنبا صغيرا بل هو من كبائر الذنوب. الفقهاء ذكروا لكي تعرف كبيرة الذنوب من غيرها، الكبيرة التي لا يكفرها إلا التوبة، إلا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى في حال الدنيا، أو عفو الله عز وجل في الآخرة، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن سائر المسلمين. لكن الكبيرة ليست كالصغيرة، الصغيرة تكفرها يعني الصلوات والزكوات ويكفرها الأعمال الصالحة الكثيرة، لكن الكبائر ذكر أهل العلم أنه لا بد لها من توبة خاصة، وإلا فالأمر عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ونسأل الله أن نكون من المعفو عنه. كيف نعرف الكبيرة؟ الكبيرة ما ذكر بأنه كبيرة أو عظيمة أو موبق، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المفسدات لدين المرء. وأن يقال كبيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: ما هي؟ وذكر منها صلى الله عليه وسلم الثلاثة المعروفة. وإذا لم يكن فيها لفظ الكبيرة أو العظيمة أو الفاحشة أو الموبقة نعرفها إذا ترتب عليها لعن، كمثل هذه المسألة: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، أو يترتب عليها طرد أو يترتب عليها وعيد بالنار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عرفنا أن أكل مال اليتيم من عظائم الذنوب، ويعضد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. وأيضا إذا رتب عليه حد، كما لو شرب الخمر فيجلد 80، قذف مسلما بغير ما فيه بهتانا يجلد 80، زنى يجلد 100 جلدة، سرق تقطع يده. عرفنا بهذا أن السرقة من كبائر الذنوب، وأن الزنا من كبائر الذنوب، وأن البهت والقذف من كبائر الذنوب، وأن شرب الخمر من كبائر الذنوب. ويترتب على هذا مسائل كثيرة الحقيقة، فينبغي أن ينتبه لها. المرأة تتزين للنساء بلبس السروال لا بأس، على أن لا يكون يعني واصفا لها لعورتها، السروال العادي. أما أن تخرج به إلى الشارع فهذا لا يجوز إلا إذا كان تحت جلباب واسع لا يصف ولا يشف.